تتبيلة البيري بيري دي غير اي تتبيلة تانية جربتيها للفراخ. ريحة التتبيلة نفسها وانتي بتعمليها بجد هتبقى خطيرة مع رز مفلفل والصوص الخطير ده. تعالوا نشوف عملنا الاكلة دي ازاي. اول حاجة معايا الخضار، بصل وطماطم وفلفل احمر على حسب طبعا كمية الفراخ اللي انتي هتعمليها. انا كنت عاملة 6 وراك. بعد ما قطعتهم هدهن الصينية دهنة من زيت نباتي، وهضيف الخضار في الصينية واديله برضو دهنة بسيطة من الزيت، وهدخلهم الفرن تحت الشواية. وبعد كده في الخلاط او بالهاند بلندر او في الكبة هضيف بقى كل الخضار اللي احنا شويناه ده هنضيفه في الخلاط. بعد كده هضيف التوابل، بابريكا، ملح، فلفل اسود وزعتر، معلقتين كبار من الصلصة الجاهزة، نص معلقة من هريسة الشطة، فصين من الثوم، معلقتين كبار من الخل. هضرب بقى كل ده مع بعض، وعايزة اقول لكم ريحة التتبيلة لوحدها بجد خطيرة. بعد كده هبقى دهنة الصينية بالزيت، واكون غاسلة الفراخ كويس جدا وعاملة لها محلول النقع. هنزل بقى بالتتبيلة كده على الفراخ واتبل الفراخ كويس جدا وتحت الجلد كمان. ابقى عاملة فتحة كده في الجلد من غير الجلد ما يتقطع، وادخل التتبيلة تحت الجلد كده واتبل الفراخ كويس جدا بالشكل ده كده. بعد كده هضيف باقي التتبيلة على الفراخ وهقطع معاها بطاطس. انا خدت نص التتبيلة بس تبلت بيها الفراخ ومعايا باقي التتبيلة. بعد كده هغطي بقى الفراخ وادخلها فرن سخن على درجة حرارة 200 لحد ما تستوي. بعد كده حلة ضفت فيها باقي التتبيلة وانا فرمة التتبيلة فرم ناعم. بعد كده زودتها مية على حسب مقدار الرز اللي انا هعمله، معلقة سمنة ومعلقة زيت. اول ما المية ما تغلي هنزل بالرز والنار عالية لحد ما يتشرب. بعد كده ههدي عليه النار خالص. بعد كده هتاكلوا احلى رز مفلفل وخطير. بعد كده طلعت الفراخ من الفرن بعد ما استوت وشلت الفويل من عليها ودخلتها تحت الشواية تاخد لون. وبجد بقى دي احلى طريقة للفراخ ممكن تجربوها. التتبيلة بجد رهيبة، طعم الفراخ مختلف عن اي تتبيلة جربتوها قبل كده. والصوص اللي نزل من الفراخ ده طعمه لوحده خطير، غير ان البطاطس مستوية وشاربة من التتبيلة طعم، والفراخ دايبة. لون الرز بقى وفلفلته كمان مع الصوص ده حاجة كده طعمها بجد خطير. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. متأكدة ان شاء الله ان هي هتعجبكم جدا. لايك وشير واشتراك عشان يوصل لكم اشعار بكل فيديو جديد هنزله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.